في إطار المحافظة على سلامة مستعملي الطريق وكذا السهر على السير الحسن لحركة المرور عبر الطرق، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالدار البيضاء من توقيف شخصين بتهمة تعريض حياة المسافرين ومستعملي الطريق للخطر. العملية جاءت بعد ورود معلومات إلى مقر الفرقة مفادها قيام سائقي حافلتين لنقل المسافرين يعملان على الخط بومعطي الدار البيضاء بالمناورة الخطيرة والتجاوز والسير في الاتجاه المعاكس، وذلك من أجل الإفلات من الاختناق المروري وكذا التسابق من أجل الحصول على المرتبة الأولى في موقف الحافلات، معرضين حياة الركاب ومستعملي الطريق للخطر، كما قام بالتسبب في عرقلة حركة المرور للسيارات القادمة في الاتجاه المعاكس. استغلالا للمعلومة تم تنشيط عنصر الاستعلامات مع وضع خطة محكمة من أجل توقيف السائقين في ظرف وجيز. المناورة التي قام بها السائقان تم تصويرها من طرف مستعملي الطريق. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة، كما سيتم وضع الحافلتين على مستوى المحشر البلدي لبلدية الدار البيضاء.